بودكاست حدوتة قبل النوم. أهلا يا صحابي، دلوقتي جه وقت حدوتة قبل النوم. حدوتة البطل الصغير اللي بنى مصر. قبل ما نبدأ حكي الحدوتة محتاج أفكركم إنكم تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. مهم أوي إن احنا نكون صلينا لربنا وشكرناه على النعم الكتير اللي هو ادهلنا، وكمان نشكر أهلنا على حبهم ودعمهم لينا. جاهزين نحكي الحدوتة؟ كان يا مكان في سابق العصر والأوان، وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان زمان في بلد حلوة قوي اسمها مصر، وفيها ولد صغير اسمه منصور كان بيحب بلده قوي، وكان دايما بيشوف العمال بيشتغلوا في بنى الكباري والأنفاق، وكان بيبقى عاوز يساعدهم. مرة منصور كان ماشي في الشارع وشاف مجموعة أطفال بيلعبوا في التراب وبيعملوا بيوت صغيرة. منصور قرب منهم وقال لهم: يا جماعة، ليه ما نعملش حاجة كبيرة زي الكبار؟ مثلا نعمل مدرسة جديدة لأطفالنا. الأطفال كلهم اتحمسوا للفكرة وبدأوا يجمعوا كل ألعابهم القديمة وكل حاجة ممكن يستعملوها في البنى. منصور كان زعيم الفريق وكان بيدلهم يعملوا إيه. كانوا بيقطعوا الخشب ويركبوا الحيطان ويعملوا شبابيك من البلاستيك الملون ويزينوا المدرسة بالورق الملون. بعد كام يوم خلصوا المدرسة وكانت حاجة حلوة قوي. منصور كان فرحان قوي وقرر إنه مش هيقف عند كده. راح يكلم مدير المدرسة وقال له: يا أستاذ، إحنا عملنا مدرسة جديدة، ممكن نعمل حديقة كمان؟ المدير عجبه شغل منصور وأصحابه قوي ووافق على الفكرة. منصور والأطفال بدأوا يزرعوا نباتات وأزهار وعملوا مكان للعب. المدرسة بقت حلوة قوي وكل الأطفال كانوا بيحبوا يروحوا لها. خبر منصور وأصحابه وصل لكل الناس في البلد. المحافظ كمان سمع عنهم وجاب لهم جوائز وشكرهم على حبهم لبلدهم. منصور بقى بطل لكل الأطفال وكانوا بيحكوا قصته في كل مكان. توتة توتة، خلصت الحدوتة. القيم اللي بنتعلمها من الحكاية دي: حب الوطن. منصور كان بيحب بلده قوي وكان عايز يعمل لها حاجة. كمان بنتعلم العمل الجماعي. منصور وأصحابه عملوا المدرسة مع بعض، ده بيعلمنا أهمية العمل الجماعي والإبداع. منصور كمان كان بيستخدم خياله عشان يخلق حاجات جديدة وحلوة. وكمان اتعلمنا أهم حاجة: المبادرة. منصور ما استناش حد يقول له يعمل إيه، هو اللي بدأ الفكرة واشتغل عليها. يا رب تكون عجبتكم الحدوتة. هستناكم تدعموني بلايك وشير لكل أصحابكم عشان يسمعوا حدوتة منصور. تصبحوا على خير، أحلام سعيدة.